السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. يا رب تكونوا بخير وسعاده كده وهنا دايما. الفيديو بقى ده متاكده ان انتم مستنيينه بقاله كتير، لانكم طلبتوه مني كتير قوي في السنين اللي فاتت. احنا بقالنا مع بعض سنين، يعني مش 10 يوم كده. بس كان كل شتويه تيجي معرفش في حاجه بتحصل، شتويه تخلص واشيل الشتوي ومعملش الفيديو اللي هو ازاي ننسق الخمار مع لبس الشتا. مبدئيا لبس الشتا مش كله جواكت، فانا همشي معاكم كده جزء جزء. يعني هقول لكم كل حاجه بنلبسها في الشتا بينفع البس عليها خمار ولا طرحه، وادخل الخمار جوه ولا اطلعه بره، والقصه دي كلها هنحلها النهارده. بس اول حاجه لازم تعملوا سبسكرايب ولايك، اكتبوا لي تحت كومنت. وانا ان شاء الله والله حاسه كده بحماس واني محتاجه ارجع تاني، فقولوا لي تحت في الكومنتس ايه نوع الفيديو اللي انتوا عايزينه المره الجايه. ويلا بينا نبدا. اول ستايل بنلبسه في الشتاء هو بيكون الجاكيت. طيب ازاي هنلبس الجاكيت؟ وهل الجاكيت ده هدخل جواه الخمار ولا اخرج من بره الخمار؟ طب لو خرجته بيكون كبير قد كده، طب لو دخلته هل هيبقى ساتر؟ هل هيكون حرام؟ الموضوع ده كله مبدئيا عشان يكون ينفع ادخل الخمار من جوه لازم يكون الجاكيت بتاعي واسع شويه، يعني اجيبه نمره اوسع مني بحيث لما البس تحته اصلا البلوفر او تحته لاير تانية يبقى هو مش ضيق عليا، كمه واسع حبه، مش مجسم قوي او مش ماسك قوي على الايد. طيب اول حاجه عشان البس الطقم بتاعي لازم يكون عندي جيبه بليسيه. والجيبه بليسيه دي بصوا ما تهزروش فيها، يعني هاتوها هتبقى حلوه قوي بخامه كويسه بوسع كبير، لان دي هنستخدمها في كل اللبس الصيفي وشتوي، يعني فاهمه بتحل مشاكلنا كلنا. تاني خطوه هي بتكون البلوفر، وهي دول طبعا كنز عندنا لازم. طيب تالت لاير عندنا هي الجاكيت، ايا كان بقى نوع الجاكيت بتاعنا، بس زي ما قلت لكم خلوه دايما يكون واسع او يبقى اوفر سايز شويه. وينفع في الستايل ده برضو الجاكيت الجينز الاوفر سايز، شايفين كمه بيكون يعني بس معلش منكشكش شويه بس. شايفين كمه قد ايه؟ هو بيكون اوفر سايز، فالستايل ده هينفع على الجاكيت الجينز الاوفر سايز. طيب تالت خطوه هو بيكون الخمار. ازاي هنختار الخمار بتاعه؟ مبدئيا في الستايل ده بينفع ان انا البس طرحه، خمار عادي، خمار كوري، خمار اندونيسي، خمار فرنسي، خمار صيني، اي نوع خمار عندك بينفع ان انت تلبسيه، لان هو اوريدي مش بيكون باين منه غير الجزء ده، فاهمين؟ احنا كده وكده اوريدي هندخله جوه فمش هيكون باين منه، فينفع تستخدمي طرحه عادي او خمار عادي كده. بس انا هقول لكم اكتر حاجه انا بحبها هو الخمار، تقريبا اسمه خمار كوري، والله هو اسماء كتير قوي، بس الخمار الكوري ده اكتر نوع بحبه، هوريه لكم دلوقتي. بصوا انا عملت لكم عنه فيديو قبل كده، ومتأكدة ان الناس اللي متابعيني من زمان هتكون عارفاه. هو بيكون عبارة عن قطعتين. اول قطعة اللي هي بتكون دي اللي هي بصوا بتتلبس من هنا اهي، بتتلبس كده على الرقبة وبتبقى تحت. انا مبدئيا الاسود ده برضو ده اهو خمار كوري برضو، شايفين ده كده، بس انا مدخلاه تحت الجاكيت. فهي دي اول طبقة انا بلبسها من تحت عشان تبقى ساترة كده وكويسة. خلاص اللي هو الخمار الكوري مبدئيا هو سهل ينفع تفصيله، هو عبارة عن قطعة، يعني قطعة من هنا وقطعة من هنا وبنلزقهم مع بعض، وبيكون معاه طرحة اهي، طرحة عادي شوفون عادية خالص بأي طول انت عايزاه. مبدئيا اللي عايز يفصله اتس اوكي سهل جدا، اللي عايز اطلبه فانا بطلبه من عند بنوتة اسمها مكة، ودي يعني امور قوي، وده اكيد مش اعلان انتوا عارفين، بس انا فعلا عندي منها اكتر من 6 أو 7 خمارات طلبتهم من عندها. هي البنوتة لذيذة وشغلها حلو وتقفلها حلوة قوي، والماتيريال بتاعتها بصراحة لطيفة. هسيب لكم تحت في الديسكريبشن بوكس اللينك بتاع الصفحة بتاعتها، ادخلوا لو انتوا عايزين تطلبوا من عندها، اسعارها لطيفة قوي. عايزين تفصلوه برضو ان شاء الله تفصيله هيكون سهل جدا. فليه بقى بيكون ده بالنسبة لي سهل؟ انا زي ما قلت لكم بكون لابسة تحت التلبيسة وفوقيها هنا الطرحة، سوري انا مسكت المايك فالطرحة دي بلفها باي شكل انا عايزاه بقى، وممكن اخليها لوس كده وتبقى سايبه، وممكن البس عليها الهات فتبقى لطيفه، فاهمين؟ ممكن البس مثلا حاجه زي كده، معلش شبه زعبولة دلوقتي اهو، شكلنا بقى عادي عسول ودافيان وكده. طيب ممكن نبقى نلبس عليها دي اللي انا كنت لابساها في اول الفيديو، هظبطها واجيلكم اهو كده. مثلا ممكن ان انا اكون لابسه عليها دي وتبقى شكلها لوس،
ممكن ان انا اصلا ابدل الطرحه دي نفسها، هي كده وكده تلبيسه، فممكن ابدل الطرحه دي نفسها ب اللي هي الطرحه السوري اللي هي طلعت موضه فجاه. بصوا اهي اللي هي البندانه السوري دي اللي هي بتكون طويله، بلفها وبدخلها جوه الخمار وتمام. طيب انتي ممكن عادي يعني بصوا لحد كده تمام، هو كده وكده الجاكيت واسع، الخمار تمام، الطرحه مظبوطه، مفيش شعرنا باين، كل حاجه لحد كده تمام. لو انتي ضفتي لير تانية اللي هي بتكون الشال، بحس ان هي بتكون ستر اكتر، فان هي مش بتبين بقى خلاص اي تفاصيل تانية، كل معالم جسمنا بتختفي تحت. فخلاص الشال بحس ان هو بيدي شياكه، بعيدا عن ان هو بيدي شياكه للاوتفيت بتاعك، الا انه خلاص لير تانية ستره، مفيش هوا هيطير هدومنا، مفيش اي حاجه من الحاجات دي. والجاكيت فعلا بيكون ستر اكتر من ان احنا نلبس بقى دريسز وتبقى تطير في الهوا او الحاجات دي. خلاص طيب عايزه هوريكم بقى في فيديو تاني لوحده ازاي معلش ازاي بلف الطرحه كده لوس، يعني شايفين ممكن تطير عادي من غير ما يكون هنا باين، ودي شكلها كده. الطرحه دي انا بلفها على طول، ده هيكون الفيديو الجاي عشان مش عايزه بس الفيديو يكون طويل. ماشي طيب اهو هوريكم بقى المره الجايه ازاي، وهوريكم ازاي بلف البندانه السوري دي من غير ما تكون لازقه، يعني من غير ما تكون عامله كده شكلها وحش قوي. هوريكم ازاي بحط تحتيها بندانه بتخليها واقفه وتكون بقى مدوره الوش وشكلها عسول قوي. ماشي طيب تعالوا دلوقتي هوريكم تاني ستايل عندنا. بصوا ده بصراحه مش ستايل تاني يعني عشان ما اكونش بضحك عليكم، بس انا حبيت البس لكم الجاكيت التاني. بصوا برضو اوفر سايز وتحته الخمار هنا ممكن يكون واضح اكتر، ولبست عليها الطاقيه دي. وبصوا بقى الشال، بصوا بقى الشال هيودي الاوتفيت في حته تانية. بصوا يا جماعه بالله عليكم بصوا شكله تحفه، شايفين؟ بس عشان اكون المايك عشان اكون بس بقول لكم كلام صح. مبدئيا الطاقيات والهاتس والحاجات دي بتتلبس يا جماعه في الشغل، دي وقت الخروج بس، يعني فاهمين؟ لو احنا خارجين بالليل او كده مع صحابنا نلبسها. في الشغل الموضوع ده يعني مش فورمال خالص. بس فتعالوا بقى دلوقتي اوريكم الستايل التاني. بصوا بقى تاني ستايل عندنا هو بيكون الدريس الشتوي، وبيمشي على نفس الستايل ده اللي هو بيكون ده اللي هو مش عارفه بلورو او كارديجان قصير او كده. شايفين ده مفتوح وده برضو مفتوح، فدولت بيمشي معاهم نفس الستايل، وبيمشي معاهم ده لو احنا عندنا سويت شيرت او عندنا بلوفر، بس لازم يكون واسع او اوفر سايز. شايفين واسع قد ايه، وشايفين كمه قد ايه. شايفينه هنا اصلا في كشكشه كده بتبقى رافعه الكم شويه، وشايفين كمه قد ايه. ده لازم يكون اوفر سايز. هوريكم بقى اللي احنا ما ينفعش نعمل معاه نفس الستايل ده. شايفين دولت اللي انا وريتهم لكم في الاول، دولت بياخدوا شكل الجسم، يعني دول بيكونوا ضايقين على الجسم، فدول ما ينفعش نلبس عليهم كده، ولا حتى الخمار من بره ولا نطوله، يعني هم اوريدي واخدين شكل الجسم قوي وضيقين جدا، فاحنا ما ينفعش بنلبسهم بس تحت الجاكيت. فاهمين؟ اهو ده برضو بيكون واخد شكل الجسم جدا، فكل الحاجات دي بنلبسها تحت الجاكيت. طيب لو احنا بقى عندنا دريس او عندنا سويت شيرت واسع او كده، فعادي بلف الخمار بشكل عادي جدا. هوريكم دلوقتي ممكن نلفه ازاي. حسيت الصوت مش واضح قوي لما شلت المايك، فخليني اسجل لكم. انا قسمت الخمار نصين بالظبط، ومن ورا بيكون طويل، فمن قدام هبدأ ان انا بس اعمله باي شكل بقى، 7 احطه بس كده على الكتف، اي شكل انتوا حابينه. اهم حاجة بس يكون طويل عشان يكون ساتر، لان الدريس اكيد بيكون مش بنفس ستر الجاكيت وكده. والطرف التاني بقى هرفعه على راسي، احطه على كتفي. في اكتر من طريقة، لفينا كتير قوي هنا على الشانل، لفات كتير جدا تحفة. فارجعوا بصوا في الفيديوز بتاعت اللفات الخمار العادية اللي ممكن نلفها على الدريسز. انا كنت بقولكوا ان هو كده طويل ساتر من قدام ومن ورا، والموضوع تمام لذيذ جدا. عموما يعني يا رب تكونوا استفدتوا. مش عارفه هل لو في ستايل تاني انا ما خدتش بالي منه او ما قلتهوش، قولوا لي تحت في الكومنتس ونحاول نعمل عليه فيديو. انا شرحت لكم بالمختصر كده، حاولت ان انا اوضح كل الستايلات وازاي ننسقها مع الخمار. وخلي بالكم ان احنا كلنا بنسعى جاهدين عشان نحاول نقرب اكتر ونرضي ربنا، فخلينا نسهل الطرق على بعض عشان ان شاء الله نقرب اكتر واكتر. بحبكم في الله والله. عاوزاكم دايما تدعموني. انا عارفه ان الشانل بقى لها كتير قوي مش بعمل عليها فيديوهات، فحاليا انا عايزه ارجع تاني لان الفتره اللي فاتت كانت نفسيتي تعبانه جدا،
وطبعا احداث غزة وفلسطين ربنا ينصرهم يا رب. ده كله طبعا كان مؤثر عليا، بس بعيدا عن الاحداث دي انا برضو ما كنتش قادرة خالص. بس حاليا حابة ارجع تاني افيدكم، وحابة نرجع تاني نتكلم مع بعض، وحابة اديكم معلومات واعمل لكم ستايلات وكده. فاسألوني تحت في الكومنتس لو انتوا حابين اي حاجة، انا معاكم ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.